انتوا عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. فكرة فيديو النهاردة يا جماعة اتبعتت لي كتير ننظم وقتنا كده ونلاقي وقت للمذاكرة، حتى لو احنا مش الدروس هي اللي عاملة لنا الأزمة. أول حاجة هتكلم عنهم يا جماعة، لو انتوا فاضيين عندكم الجمعة والسبت، جماعة استغلوا يوم الجمعة والسبت زي كده. أنا معظم الفيديوهات غالبا بتبقى يوم الجمعة والسبت، فيديوهات المذاكرة كلها كانت يوم الجمعة والسبت، لأن أنا كنت بروح المدرسة وكده طول الأسبوع. كنت بصور دايما في يوم الجمعة والسبت، ما عندناش دروس أو حتى عندنا دروس بس بداية من الساعة 12 الساعة 1 الساعة 5 كده يعني. نصيحة مني يوم الجمعة والسبت نستغله ونصحى بدري فيه نذاكر فيهم المواد اللي علينا. لو أنا باخد دروس وأيام كتير عليا فيها دروس ووقتي كله مشغول بالدروس وبروح مدرسة وكده، يعني بما ان سنة اولى وتانية اتطبق عليهم ان هم يروحوا مدرسة بانتظام وواجبات وتقييم اسبوعي كل الكلام اللي احنا عارفينه ده. فاحسن نصيحة هقولها لك انه بعد الدرس زي ما انت اتعودتي ان انا ارجع بعد المدرسة اكتب الواجب، نفس الكلام لما نرجع من الدرس احسن حاجة ان احنا نراجع اللي احنا خدناه ونذاكره، حتى لو هنقراه كده بسرعة. يوم انا غبت فيه من المدرسة تعبت او حصلت اي حاجة ورحتش، اليوم ده لازم استغله وان انا اذاكر فيه. تمام؟ يعني اليوم ده صحيت فيه مثلا ايه على الساعة 8 9 ولقيت نفسي خلاص مش قادرة وما روحتش المدرسة، افضل ان انا بقى اصحى بعد وقت المدرسة بشوية واقعد اذاكر. كنت خدت درس مثلا درس جغرافيا والمستر شرحه لي وكده وعادي وبتحصل معانا كلنا، نسيت شرح المدرس على اليوتيوب واكتب الدرس اللي انا خدته اسمعه واذاكر. تمام؟ تانية عايزة اقولها لكم يا جماعة، لو احنا لقينا نفسنا مادة مثلا على اخر الترم خلاص اتمكنا منها وعادي ان هي بتحصل والمدرس عمال يراجع لنا كتير كتير ورا بعض والكلام بقى يتكرر، فجماعة غيبوا انتوا تذاكروا المواد اللي عليكم والمواد اللي انتوا راكمتوها. هنلاقي وقت كمان ان احنا ايه الحاجات اللي اتراكمت علينا او الدروس اللي اتراكمت علينا ان احنا نذاكرها. مشكلة تانية بتواجه البنات ودروس اتراكمت عليا، المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا منهارش وما اقعدش اقول انا متراكم عليا انا متراكم عليا، ليه نحل المشكله وما نقعدش نولول. الافضل ان احنا ناخد ايه اكشن، ناخد فعل. تمام؟ فالمفروض ان انا ايه الدرس اللي وقع عليا او ايه الدرسين او ايه ال10 دروس اللي وقعوا عليا، طب اكتب انا اجيب فيديو من على اليوتيوب اسمع الشرح، تمام، اقعد اذاكره بعد كده لوحدي مره اخد فيه ساعتين 3 عادي، تمام، اخلص الدرس احل عليه لقيت نفسي تمام، الدرس اللي بعده لغايه ما اخلص المتراكم عليا. كده انا حليت مشكله المتراكم عليا، والافضل ان انا ما اراكمش عليا تاني. اصحى بدري، اهم حاجه اصحى بدري عشان اول كام ساعه دول بيبقوا فيهم بركه يا جماعه. فيديوهات المذاكره كلها كنت بذاكرها 9:30 او 10 في يوم الجمعه والسبت والحمد لله كنت بنجز. نصيحة أخيرة، وفي فيديوهات كتيرة نزلتها حلوة وفي فيديوهات كتيرة لسه هنزلها حلوة للمذاكرة. نظمي وقتك وتعلمي حاجات كتيرة هتساعدك قوي في المذاكرة، فالمفروض ان انتي تشتركي في قناة تعرفك ازاي ان انتي تنظمي وقتك وتديكي طرق كتيرة هتسهل عليكي وقت المذاكرة وهتسهل عليكي ان انتي تقللي وقت المذاكرة وتنجزي اكتر. فاكيد طبعا من ضمن المقترحات هي قناتي، وهحط لكم برضو شوية قنوات. وبس كده، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب، ويا ريت يا جماعه نتفاعل مع بعض بقى كده ونرجع حلوين زي الاول. ونزلت منتدى قلت لكم ان انا عايزه افكار جديده مبتكره او حتى افكار قديمه بس حلوه، فياريت تكتبوا لي افكار فيديوهات وكده. بس كده، باي باي.